كيف يمكنك إغلاق جهاز أي شخص متواجد معك في الشبكة وبدون الحاجة لاستعمال البرامج، فالطريقة هي بسيطة ولا تحتاج لمهارات عالية. فكل ما عليك هو فتح منفذ الأوامر في نظام تشغيل الويندوز. بعد ذلك كتابة الأمر التالي ندفع وستظهر معك جميع الحواسيب المتصلة في نفس الشبكة. لأن قم بكتابة الأمر التالي متبوعا باسم الحاسوب الذي تريد تعطيله. تخطيئا بعد ذلك انتظروا قليلا وسيتم إعطاؤك مجموعة من المعلومات ومنها عنوان هذا الحاسوب في الشبكة. قم بنسخ بعد نسخ هذا الرقم وحفظه في ملف خاص بك، قم لأن بفتح نافذة كتابة الأوامر وقم بفتح التطبيق التالي سهوتون. قم بالضغط على الزر كأم ترى في الصورة أدناه. قم بإدخال الرقم الذي قمت بنسخه في الخانة المحددة ثم إطفاء الحاسوب، كما يمكنك إدراج عنوان للضحية التي تريد أن ينطفئ جهاز الحاسوب. إذا بعد الضغط على أوكي والانتظار لمدة ثواني سينطفئ جهاز الحاسوب الخاص بالضحية، وهكذا يمكنك فعل هذا الأمر وتكراره بدون الحاجة لاستعمال بعض البرامج الملغومة. ملاحظة: الأجهزة التي تتوفر على برامج مضادة الفيروسات المفعل من الشركات الرسمية لا تنجح معها هذه العملية، لأنها تقوم بإلغاء بروتوكول التحكم الشبكي من طرف جهاز موجود في نفس الشبكة. وفي الآخر نشكركم لمتابعتنا، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب أو مشاركة هذا الفيديو. كيمو 8215